لو معاك ريال السلطان حسين كامل فدي سعره يا جماعه عامل 3000 جنيه. ايوه لو معاك 20 قرش السلطان حسين كامل النادره الشحيحه فدي سعرها يا جماعه عامل 3000 جنيه. بس قبل ما اقول لك ليه سعرها عامل 3000 جنيه وايه المواصفات اللي فيها اللي خلتها بالسعر ده، واقول لك كل انواع الصكوك بتاعتها لان تم اصدار منها 3 نسخات 2016 و2017 بدون حرف اتش، و2016 بدون حرف اتش، و2017 بحرف اتش ار. بحرف اتش ار دي النسخ. قبل ما اعرفك على كل النسخ بتاعتها جوه الفيديو فبطلب منك ان انت تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لنا لايك فضلا وليس امرا. تعمل لنا لايك عشان فيديوهاتنا توصل لكل الناس المهتمين باسعار العملات النادره والشحيحه. اقول لكم على جميع انواع العملات واسعارها واماكن بيعها. اقول لكم على 4 اماكن تبيعوا فيها العملات. كمان لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه. اما لو انت بتشوفنا على التيك توك فتعمل لنا اعجاب واشتراك في التيك توك، وتخش على قناتنا على اليوتيوب وتعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. ويلا بينا نخش جوه الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني يا جماعة من جديد. النهاردة هنتكلم على ريال السلطان حسين كامل النادر الشحيح، او هنتكلم على 20 قرش السلطان حسين كامل النادرة الشحيحة اللي سعرها وصل يا جماعة بالفعل ل 3000 جنيه، وتزيد كمان عن 3000 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر في حاجة معينة جدا اللي هي الاتش ار اللي هي تم سبقها في برمنجهام في انجلترا. ليه العملة ديت سعرها غالي جدا وايه اللي وصلها ان هي تكون نادرة وشحيحة؟ ريال السلطان حسين كامل تم سبق منه 3 نسخات، تم اصدار منه 3 اصدارات، 2016 بدون حرف اتش، و2017 بدون حرف اتش، و2017 بحرف اتش، حرف اتش ار. تمام. ايه الفرق بين ال3 نسخ؟ ال 2016 بدون حرف اتش تم صك منها 1,200,000 قطعة، ودي تم صكها في بومبي بالهند. تمام. سعر النسخة دي بيتراوح من 600 جنيه لحد ما بتوصل ل 1200 جنيه لو هي أنصر. اما 2017 بدون حرف اتش فدي تم صك منها 800,000 قطعة، ودي سعرها ايضا بيتراوح من 600 جنيه لحد ما بيوصل ل 1000 ونص لو وصلت لحالة الأنصر. تمام. طيب أهم نسخة فيهم اللي بتوصل ل 3000 جنيه وتعدي 3000 جنيه هي ريال السلطان حسين كامل 2017 بحرف اتش، ودي تم صكها في برمنجهام في انجلترا، في دار الصك في برمنجهام في انجلترا، ودي اغلى واندر قطعه وبيبقى مكتوب حرف اتش على العمله، حرف اتش على العمله. طيب دي سعرها بيتراوح يا جماعه من 1200 جنيه وانت طالع لحد ما بتوصل ل 3000 جنيه لو وصلت لحاله الانصر، اي بدون اي عيوب نهائيا ضد عيوب الصناعه. وكمان الاسعار اللي انا بقول لكم ديت بتخضع لاسعار السوق والعرض والطلب. دي بالنسبه لاسعار العمله ديت وزنها 28 جرام من الفضه والقطر بتاعها 40 مللي. انا كده خلصت ما يتعلق بالعمله السلطان حسين كامل النادر 1916 و1917. لو معاك العمله ديت بتبيعها فين؟ تبيعها في 4 اماكن قلنا عليهم مرارا وتكرارا في الفيديوهات السابقه، فرجاء ان انتوا تتفرجوا على فيديوهاتنا هتعرفوا اماكن البيع بالتفصيل، او تبصوا على الرابط اسفل الفيديو هتلاقي عناوين البيع في 4 اماكن، سواء الاسواق الحره او المتاجر الالكترونيه او بالنسبه برضو للاسواق اللي موجوده على الفيسبوك واللي بتعمل على الجروبات اللي بتبيع فيها المزادات. انا كده يا جماعه خلصت كل ما يتعلق بالعمله، فرجاء من حضراتكم ان انتوا تعملوا لنا اشتراك في القناه على قناتنا على اليوتيوب عشان يوصل لكم كل جديد وجديد بالنسبه لسوق العملات النادره والشحيحه واسعارها واماكن بيعها، واجيبها لكم كلها بالتفصيل. تعملوا لنا لايك فضلا وليس امرا وتعليق، هرد على جميع استفساراتكم وتعليقاتكم عشان فيديوهاتنا توصل لجميع الناس. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه. اما لو انت بتشوفنا على التيك توك فتعمل لنا اعجاب وتخش من خلال قناتنا على التيك توك على قناتنا على اليوتيوب وتعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.